سيكون هنالك عنوان لهدف أول. الكرة تلعب سريعة، ياسين بايود يمر، وهنا السقوط، وحكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء. سقوط وعلي صباح يشير إلى ركلة جزاء. ننتظر الإعادة لنعطي القرار الشخصي، وبالتالي القرار بقي عند حكم المباراة. ركلة جزاء وسط غضب صارم هنالك من لاعبي نادي أربيل وياسين بحيلة الأفارقة. لاحظنا المغربي الكرة لعبت، وهنا الهفوة كانت من جانب بارزان. مر ياسين الصورة من زاوية أخرى، لاحظ هنا مشكوك فيها تماما يا علي صباح. ننتظر القرار عند المختصين، ولكن برأيي الشخصي ركلة الجزاء لم تكن موفقة من علي صباح، وبالتالي القرار يبقى لحكم المباراة. وهنا فلورين ديدا في تنفيذ هذه الركلة، وراضي شنيشل فريقه في طريق لوصول لهدف أول. وهنا فلورين ديدا القادم من الاتحاد السكندري المصري والإيفواري في تنفيذ ركلة الجزاء. والمواجهة ما بين ريباز عبد الله وفلورين ديدا. ريباز والأنظار والأمل على ريباز عبد الله الذي يبدو أنه في أفضل مباراته. فلورين ديدا على يمين ريباز أم على اليسار؟ الله! سجلت ركلة الجزاء وأتى التقدم من فلورين ديدا من ركلة الجزاء. ومع هذه الكرة الثابتة نفط الوسط في المقدمة، وهنا الرقصة الحاضرة من لاعبي نفط الوسط في أرضية الملعب، وفلورين ديدا يعطي هدف التقدم في تمام الدقيقة 42 لأربيل بعد ركلة الجزاء الحاضرة. إذن نفط الوسط هو الذي يتقدم في هذه الدقائق بهدف مقابل لا شيء. فلورين ديدا يضع راضي شنيشل وأبنائه في المقدمة، وبالتالي هنا من الكرة الثابتة ومن ركلة الجزاء اهتزت الشباك هنا في ملعب الشعب، وبالتالي سجل الهدف. وهنا الفرحة الحاضرة والنظرات من ياسين